السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مزيان؟ مرحبا بكم معي من جديد في قناتي مع سليمه. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. مبروك عواشركم وعيد مبارك سعيد. اكيد انكم شريتوا حويجات العيد وشريتوا جليبات وشريتوا معاهم صنيدلات. انا متاكده شريتوا صنيدلات حيت العيد جا في الصيف بطبيعه الحال. ايوا بغيتوا دوك الرجيلات يبانوا هكا كيديروا بيضين كيشقشقوا والقديمات حميمرين بحال ديال لي بيبي الصغار. اليوم جبت لكم الحل في هذا الفيديو، غنضربوا عصفورين بحجر واحد. جبت لكم وصفه لتبييض اليدين والرجلين بجوج، صالحه ليهم بجوج. جبت لكم هما الصراحه جوج الوصفات، وصفه باش نبيضوا اليدين والرجلين ديالنا ونحيدوا منهم داك اللون غير الموحد وداك لي تخاص ديال الصنداله والشمس اللي ضاربه فيهم ودوك المشاكل اللي كيكون فيهم وداك التقشبير اللي كيكون فيهم. والوصفه الثانيه باش نعطيوهم الترطيب ونعطيوهم ديك الحموريه اللي كتبان لينا سواء في الكف ديال اليدين او في القديمات ديال الرجلين اللي باش يبانوا لينا بحال ديال لي بيبي الصغار. خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو باش نتعرفوا على هاد الوصفتين بجوج اللي غزالين الدبانه برسطاتني، اللي غزالين ومتوفرين عندكم في البيت. المكونات ديالهم متوفرين عندكم في البيت، يعني غتنوضي دابا وغديريها. ديريها اليوم مني شفتي الفيديو وديريها عاوتاني نهار 3 ولا الاربع، كافيه. 2 المرات في الاسبوع ديروها، ونهار العيد غادي تلقاو رجيلاتكم هكا كيديروا بالبيوضه وبالحموره بحال تقول الدم غادي يخرج منهم. غزالين غزالين غزالين. غير خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. ملي غتشوفوا المكونات نتوما غتاكدوا بنفسكم من النتيجه قبل ما تجربوها. يلا بخليكم معايا وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتخليو لي اللايكات والتعاليق الزوينين في حالكم. يلا خليكم معايا. اذا غنبداو بالوصفه الاولى. شنو غادي نحتاجو فيها؟ غير ركزوا معايا، عرفتي راه غزاله غتبان لكم النتيجه من هنا للعيد ان شاء الله. غنديروا ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات، الخميره اللي كنستعملوا في الخبز، الخميره المجففه اللي كتكون حبيبات هكا. غندير ملعقه كبيره مملوءه. المكون الثاني هو بيكربونات الصوديوم. غادي يسولوني البنات شنو هو بيكربونات الصوديوم. انا كنستعمل هذه بيكربونات الصوديوم. كاينه ديك الخضره اللي كتباع في الصيدليه، انا كنستعمل هذه، استعملوا اللي بغيتو. المهم بيكربونات الصوديوم غناخذ منها 2 معالق كبار بهذا الشكل. يعني مكونات كلها عندكم، غير نوضوا وما تعجزوش وصوبوها دابا نيت. المكون الثالث غنضيف ملعقه ديال مايزينا عاود شناهي نوريكم العلبه ديالها، هي هذه مايزينا. غنستعمل منها ملعقه كبيره كذلك. بهذا الشكل هذا. نخلط هاد العناصر الجافه مع بعض. كما قلت لكم هاد الوصفه راه صالحه لليدين والرجلين، باش من هنا للعيد يا لاله يا لاله يخرجوا ليا دوك الرجيلات كيحمقوا. شنو غادي نضيف دابا؟ غنضيف عصير ليمون الحامض. عصير ليمون الحامض بالنسبه للاخوات اللي عندهم حساسيه من الليمون الحامض او كيتحسوا من الليمون الحامض ممكن يستعملوا زيت الجليسيرين. زيت الجليسيرين يعني اللي بغيتو تستعملوا الحامض، بغيتو تستعملوا زيت الجليسيرين، لكم الاختيار. غادي نحاول نعصر هنا. ناخذ 2 المعالق، ملعقتين مملوءتين كبار. 1. شوف التفاعل اللي كيوقع. ها 2. نحاول نحيد هاد العظيمات. صافي. باقي لينا مكون اخر. شفتوا التفاعل اللي كيوقع ما بين الحامض والبيكربونات. كما قلت لكم راه ممكن تستعملوا تعوضوا الحامض بزيت الجليسيرين الناس اللي كيتحسوا من الحامض. المكون الاخير اللي غنضيفه هو ماء الورد. ماء الورد غادي ناخذ منه حتى هو 2 المعالق كبار. 1 ها 2 صافي. وغادي نخلط حتى تنسجم العناصر مع بعضياتها. هنا خلطته بان ليا شويه جاري. غادي نزيد 1 المعلقه ديال مايزينا او نشا الذره.
وغادي نعاود نخلط. صافي حتى كنحصل على هذا القوام هذا. دابا غنوريكم طريقه الاستعمال ديالو. هذا الاول، خليكم معايا راه مازال غنزيد لكم ماسك اخر، هذا ديال التقشير والتبييض، وغنعطيكم موراه الماسك ديال الترطيب واللي كيخلي داك اللوين هكاك حميمر غزال بحال ديال لي بيبي. غير خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. صافي هذا هو القوام اللي حصلنا عليه. اجيو دابا نوريكم طريقه الاستعمال ديالو. صافي من بعد ما وجدناه كناخذوه وكنطبقوه. انا غنطبقو على يدي وانتم نفس الطريقه غديروها، غتطبقوه على رجليكم. انا كما كنقول لكم دائما ما كنبغيش نبين رجليا، نتوما ديروا نفس الطريقه، كتطبقوا بهذا الشكل هذا على يديكم وعلى رجليكم. هاد الوصفه صالحه لليدين والرجلين. الوجه لا، غتسولوني واش الوجه، لا ما صالحاش الوجه. صافي غتطبقوها هكا بهذا الشكل على رجليكم كامله ويديكم كامله. صافي وغادي تاخذوا هاد بلاستيك الغذائي ولا غير بلاستيك عادي، وغادي تحاولوا تلووه على يديكم اولا على رجليكم. نتوما فين طبقتوا الوصفه تحاولوا تلووها بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل. اوبس خدامه بيد وحده. صافي غادي المهم نتوما راه غتقادوه مزيان، غتدوروا على يديكم كامله ولا خذوا غير بلاستيكات ولبسوهم هكا وفي رجليكم كذلك. صافي وغتخليو جوج سوايع. راه غتبداو تحسوا بالحراره عندكم في الجسم ديالكم. بالنسبه لرجليكم ديروا بلاستيك غذائي ولبسوا التقشرات. بالنسبه ليديكم ديروا غير بلاستيك بحال هكايا وخليهم. كان عندكم هذا لبسوا حتى التقشرات حتى في يديكم وخليهم جوج سوايع. صافي من بعد غادي نتلاقى معكم باش نوريكم الكريم الثاني اللي غيعطينا الترطيب وغيعطينا داك اللوين الاحمر بحال ديال لي بيبي الصغار. صافي كما قلت لكم غتخليوها جوج سوايع وتزولوه. بالنسبه للماسك الثاني او الكريمه الثانيه غناخذوا شمعه بهذا الشكل هذا، الشمعه اللي كنشعلوها باش كنضويو، وغادي ناخذوها وغادي نحاولوا نقطعوها. غتسولوني واخا تكون شمعه بالالوان، لا من الاحسن بيضه. خديت منها غير الطريف قطعته هنايا بهذا الشكل هذا وغادي نديرو في حمام مائي. كتسولوني شنو هو حمام مائي؟ حمام مائي هو كندير فيه الكاسونه الاولى فيها الماء والثانيه فيها هاد الشمع، وغادي نحطو فوق البوطه حتى يذوب تماما. نوريكم الاضافات اللي غنضيفوا ليه. صافي من بعد ما ذوبته نحاول نحيد هاد الخويطات ديال الشمع. ردوا البال راه سخون. سخون. صافي شنو غندير دابا هنا من بعد ما داب ها هو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا فيه. غنضيف واحد الملعقه ديال زيت الزيتون اللي هو زيت العود باش حتى هو كيعطينا الترطيب. وغنضيف العكر الفاسي. العكر الفاسي او ما يسمى بدم الغزال. الا عندكم حتى داك العكار ديال 24 ساعه اللي كانوا كيديروه الناس زمان ممكن تستعملوه. ندير غير واحد شويه. صافي ونحاول ندوبو هنايا. كنبقى نحرك فيه حتى كيذوب. صافي من بعد ما حركته غادي ناخذ واحد العلبه بهذا الشكل وغادي نحاول نفرغو فيها. هو دا غير بدا كيعقد. من الاحسن تخليوه هنايا في هذا الماء الساخن حتى تحركوا مزيان.
لانه راه بسرعه كيرجع يعقد كيجمع راسو. نخليه غير يذوب هكا باش نخويه في ديك العلبه ونوريكم الطريقه ديال الاستعمال. داك الشمع راه بسرعه غير كتحيدوه من فوق العافيه كيرجع يتجمع. صافي غادي ناخدو وغادي نخويه هنا مباشره. شفتوا كيفاش كيجمد بسرعه. نشوف بسرعه جمد في هاد الجناب ديال هادي. صافي غنحتفظ به حتى يبرد ونتلاقاو نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو. صافي هانتوما ملي كيعقد شوفوا كيفاش كيولي. في الليل دابا ملي درتو داك الماسك الاول هذاك خليتو واحد 2 سوايع وزولتوه وغسلتو رجليكم حكيتوها مزيان. غتاخذوا دابا هذا وغادي تطبقوه حتى هو على رجليكم او على يديكم بهذا الشكل. هذا بهذا الشكل غتطبقوه مزيان هكا. هانتوما شفتوها هو كيطلق داك اللون الاحمر ديالو. هانتوما شوفوا يديا كيفاش كيوليو. شتي عرفتي الا درتو على الرجيلات ديالكم كيفاش غيوليو دوك القديمات ديالكم. ما نعاودش ليكم، جربوه وردوا عليا ما خاسرين والو. هانتوما جربوه ردوا عليا. شوف فحال لقيتو عقاد بزاف مثلا ما بغاش يتماصى لكم عاودوا ديروا غير في واحد حمام مائي غير شويه يطلق راسو وخدموا به. صافي كديروه في الليل بحال هكا وكتلبسوا التقشرات ديالكم وكتنعسوا حتى الصباح. ايوا اجيو تفرجوا ليا على الرطوبه وعلى الحموره كيفاش غيوليو دوك القديمات ديالكم. هاد الدليل ها شوف. هانت شوفوا هاد اليد وشوفوا هاد اليد. ها شفتوا هذه هي اللي هزيت بها دابا معك كنماصي بها. شوفوا كيفاش ولات هكا كيوليو دوك القديمات ديالكم والرجيلات ديالكم كيوليو فحال ديال لي بيبي. اما الرطوبه ما نعاودش لكم شحال كيوليو رطيبين وغزالين كما قلت لكم، خصوصا اللي نعسوا بهم حتى للصباح. طبقوا هاد جوج الوصفات، الوصفه الاولى والوصفه الثانيه في هاد يومين في هاد الايامات اللي باقا العيد. واجيو تفرجوا ليا على رجيلاتكم كيفاش غيوليو نهار العيد، كيفاش غيوليو كيشقشقوا بالبيوضه وبالحموره. كيوليو دوك القديمات عندكم فحال ديال لي بيبي الصغيورين ما فيهم تفلاح ما فيهم تمشاق حميمرين كيطرطقوا هكا بالدم غزالين. اما البيوضه ما نعاودش لكم ما غيبقى فيكم لا اثار الشمس الصنداله لا حتى حاجه. غير طبقوا الوصفه ورجعوا ردوا عليا الخبار. ديروها اليوم كما قلت لكم اليوم الحد، ياك اليوم شفتوا الفيديو ديروها اليوم الحد وديروها مثلا نهار الاربعاء ايوا والخميس العيد ان شاء الله. تفرجوا لي على دوك الرجيلات كيفاش غيوليو يا لاله ودوك اليديدات كيفاش غيوليو. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودائما ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتخليو لي شي لايك وشي تعليق زوين بحالكم. كنحماق عليكم كنموت عليكم. وصفاتي دائما ناجحه بالشهاده ديالكم. الى اللقاء.